كل شهداء الشعب المغربي الأبرار، وعلى رأسهم شهداء الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين بالمغرب، وعلى رأس القائمة الشهيد الغني عن التعريف الشهيد البار لشعبه كمال الحساني الذي اغتاله النظام القائم بالمغرب، النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللا شعبي. بالنسبة للجماهير الشعبية يعني بشكل مقتضب، ولكل المناضلين والمناضلات سبقني في مداخلة يعني الرفاق ووضحوا بما فيه الكفاية، ولكن مداخلة المركزة سأوجهها يعني في بضع نقاط. تعلمون بأن النظام القائم بنى عزيزته وبنى نفسه على جماجم المقاومة المسلحة وجيش التحرير. النظام اغتال المقاومين واغتال أعضاء جيش التحرير من أجل تفريس الأرضية للسيطرة على خيرات البلاد والعمالة للإمبريالية. لن نتكلم عن كيفية تصفية المقاومة وجيش التحرير، أكيد الكل مطلع ووجب الاطلاع على التاريخ الدموي للنظام الهمجي. لن نتكلم عن التصفية ديال كل المناضلين والمناضلات ديال التحرر، وعلى رأسهم مناضلي الحركة الماركسية اللينينية في فترة السبعينات. لن نتكلم عن التصفية ديال المناضلين ديال الحركة الطلابية بشتى الوسائل، وفي إطار ما سمي ويسميه النظام من أجل أنه يعتم ويزور الحقائق سنوات الزمن والرصاص والتي لا زالت مستمرة. الدكتاتورية والرفاق والرفيقات الجماهير الشعبية لا زالت مستمرة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. والنظام القائم أنا ما غيتواناش ولا لحظة من أجل أنه يدافع عن المصالح ديالو، من أجل أنه يدافع عن الاستغلال ديال الشعب المغربي، من أجل أنه يدافع على المصالح ديال الأسياد ديال الإمبرياليين. النظام العميل، النظام الخائن، النظام المتواطئ مع الإمبريالية ما غاديش يتوانى والو للحظة، والواقع يبين فأنه غادي يغتال والاغتيالات غادي تزيد، وما غاديش يكون كمال حساني هو آخرهم. فلا زالت وستستمر الاستشهاد، لائحة الشهداء راه مازال مستمرة، والسجون هي مفتوحة في وجه كل من قال لا، في وجه كل من يقول لا للظلم، نعم للتحرر، نعم للديمقراطية، نعم للسلطة ديال الجماهير الشعبية. أقول بأنه الواقع هو واضح. النظام مرر ما يسمى بالاستفتاء بعدما اغتال الشهداء، وكان الشهداء ديال حركة 20 فبراير شهداء الشعب المغربي، وكان هناك تواطؤ وصمت مطبق من طرف يعني من يسمون يعني من طرف العديدين ولا أقول الكل، وبقية الثوار وبقية الجماهير الشعبية ترفع أصواتها منادية بالتحرر. واقترب موعد 25 نوفمبر، موعد الجريمة الأخرى هي الانتخابات. ماذا تنتظرون من النظام أن يقدم؟ ماذا ننتظر؟ أكيد بأن النظام سوف يعمل بكل وسائل من هنا الفوق، فليستعد. وحي عهد الرفاق اللي قال بأن الجماهير الآن لن نتبكى ولن نشتكي لوسائل الإعلام، ولن نتبكى بقدر ما خف الاستعداد والاعتماد ديال الجماهير الشعبية وكل حركة المناضلة على منطق ديال القوة ومنطق ديال العنف، لأن النتائج الآن كتبين كلما الحلول دي أو نقول سلمية إلا يواجه بالمقابل النظام بالمنطق ديال العنف الرجعي، بالمنطق ديال الاغتيالات. لا سبيل للشك ولا يساورنا الشك بأن البديل والحل لن يتم وما غاديش يتم إلا عن طريق أن الشعب المغربي اللي التاريخ ديالو يعني مليء التضحيات اللي ترتكبت في حقه المجازر وما زالت كترتكب خارج أنه يحمل عقول ويتبنى
يعني كرد على العنف الرجعي ديال النظام. العنف الثوري راه ما يمكنش يكون فيها التحرر، لأن يتخلص الشعب المغربي من القبضة ديال النظام الرجعي والحلفاء ديالو، ومن السيطرة ديال الإمبريالية على الخيرات ديال الشعب المغربي اللي من غياب ديال الخيرات. قال أوباما وعملاء الرجعية النصية شعب قوية سرائحة لا دعاية صهيونية شعبي قدر وطير يوم اختار البندقية يعني بشكل مختصر اني سوف اقول يعني بالاضافة يعني ولم انسى ولكن اجلتها الى اخر المداخلة للتعازي الحارة يعني العائلة ديال الشهيد اللي هي عائلة كل الشهداء، وكذلك يعني التعازي الحارة للرفاق والرفيقات في الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين بالمغرب اللي ماشي اول تضحية كتقدم بقدر ما انها تضحيات، وللشعب المغربي يعني عامة ولمنطقة الريف خاصة على اعتبار التاريخ الحافل بالتضحيات للنبراس. يعني هو عبد الكريم الخطابي اقول لهم وجب اكمال الطريق الذي بدأه اسد الريف عبد الكريم الخطابي، وكذلك يعني بالاضافة لكل المقاومة وجيش التحرير والثوار يعني من داخل المغرب وجب اكمال الطريق. اقول للعائلة واقول كل يعني الشعب المغربي التاريخ سيحاسبنا ان توانينا ولو للحظة، وان سوى لنا الشك بانه ممكن ان يأتي التغيير من خلال سلمية 100%. لن يأتي التغيير كما قال احد يعني الثوار الا من فوهات البنادق، ومدام ان اسد الريف أبى الاستسلام وحمل البندقية فأكيد لا زالت البندقية يعني لا زالت قائمة، وليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية، وهذا هو خير إجابة، وهذا هو السلاح الوحيد بيد الشعب المغربي من أجل الخلاص ومن أجل القضاء على المعاناة التي تزداد يوما بعد يوم. دمتم ودمنا للنضال أوفياء وللثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية يعني مناضلين وطموحين، وعلى دماء الشهداء غير متنازلين، وللنظام قادمين، وإسقاط النظام هو الحل الوحيد وهو الإجابة الوحيدة على معضلات الشعب المغربي وعلى واقع الأنزمة. وتحية خاصة وليحيى الرفيق فينا الرفيق الشهيد كمال عمري وكل شهداء التحرر عبر العالم، وتحية نضالية لكم.